السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يا ربي تكونوا بخير. غادي نشارك معكم واحد الحلوى بالكاوكاو، شكل من اشكال حلويات اللوز. عندي الكاوكاو، نص كيلو د الكاوكاو مطحون محمر ومطحون بلا قشور. في المره الاولى طحنته بوحده، والمره الثانيه مع 125 غرام سنيده. ضفت عليها معلقه الزبده، وغادي نكهو بنص معلقه صغيره بالنكهه بالبودر فاني. نهار ان شاء الله كي بديت تقدمخ الحلوى نشكل بجوج، ولكن تقاويت غايدانيتين ازين كيلو نتقاويت حما قفاران سمرايا قشا كسغاسا قشا ناخد قنتني شمرتني ما جابو قشا. المهم تحمانت صافي خمزوارو حايخت طحنه مزيارو حايخت وحدس طحنا وسناين حايخت 125 غرام من السكر، ولكن وتحرين شي ملي حتى تزرق ريده من الزيت، لا ستجنت طف شوي صافي. لو كنتي تانو خاصيش نتغنجايت المانتيكا طنقرانت روغ نكهخت سعجاج لافاني بودرانين فاني تمنزان يخلا كانت كريت مزيان خصني تشكاسي نتغنجايت طنزيات صافي. لو كنتي تخلطت مزيان تخلطت مليح حتى تحصل العقده نتقاويت صافي، وكنخلط مزيان حتى كنتحصل على العقده ديال الكاوكاو، العقده اللي تكون عندي واقفه، مجموعه واقفه. داكشي علاش قلت لكم ما تطحنوهاش تطلق الزيت، لا هانتوما كما كتشوفوا كناخذ شويه من العقده ديال الكاوكاو وكنشكلها حرابيل. كنديرها حرابيل طوال، ما يكونوش رقاق بزاف، يكونوا متوسطين صافي. كسرت شي حاجه ديال العجينه نيت تشكل دي زيغران حرابيل دي زيغران، المهم مختورانت. المهم وترينشي دي الزاد لا ديري متوسط، وترينشي الزون وترينشي دي الزان ديري متوسطين تا مختورانت. ومن بعد كنجيب العجينه ديال اللوز. العجينه انا هاد العجينه كانت عندي في كونجيلاتور، كنت وجدت بها واحد الحلوى راه عندي في الفيديو، حلوى الورده باللوز. غادي نخلي لكم لوليان ديالها في صندوق الوصف باش تشوفوا العجينه اللي درت انا، اللي حضرت في هذه الحلوى، حلوى الورده باللوز. صراحه نتمنى تجربوها راه كتجي زوينه صافي. وكنجيب داك العجينه ديال اللوز وكنسرحها في الماكينه ديال الطوراق. طاويغ العجينه نجوز درقت كيما كاينه الطوراق سروسي خاص الحرابي نين تقاويت كما كيبان لكم. المهم العجينه هي نشي قطغاري الشكل كيغزاسيج حلوه نجوز قطغايكيج فيديو اكو مجخ لوليا نسيو صندوق الوصف باش تزام الحلوه الورده باللوز. نتمنى ترجعوا الفيديو تشوفوها، حلوه كتجي زوينه الصراحه شكلا ومذاقا، وتشوفوا العجينه صافي. ملي كنشكل داك الحرابيل داك الحرابيل ديال الكاوكاو كنحطها فوق العجينه وكنلف واحد الدوره، غير واحد الدوره باش ما تجينيش العجينه بزاف في الحلوى. كندهن بشويه بياض البيض، كنجيب الموس وكنقطعها نتوما كما كيبان لكم صافي. الدهان شويتيس البياض البيض خون كارو باش تعصق العجينه ني قاويت مليح هانتوما كما كيبان لكم. نتمنى كنوصل لكم الشرح، يوصل لكم الشرح مزيان. كنثبت مزيان، كنثبت العجينه مزيان هكا باش ما تحلش في الفران، تبات خسر ساقط مليح باش ما تعزمش قفران. كنعاود كنقاد داك الحربول مزيان باش يجيني واقف. كنجيب الموس كنحيد الزائد، كنبدا كنقطع معينات ولا شكل اللي بغيتو نتوما. انا غادي نديرهم معينات صغيورين ما صغيرينش بزاف، المهم متوسطين صافي. نشد خزار وندير تقص مايله خمسيها خو مزيارو خطر فنيه مزيارو. لو كنتي تقصخ المعينات تا مختورين كي فيديو صافي. كنهز عليها العبار الا بغيتو تهزو عليها العبار، هذاك الوحده الاولى كتاخذوا عليها العبار. بغيتو تقطعوا عينكم ميزانكم تقطعوا عينكم ميزانكم
في الاول كنهز غير العبار، كسيغ تني مزيارو تني قصخ سروسيغ كسيغ خاص غير الرعبة خو مزيارو تم اختورنت شكل ذا سبحان صراحة شكل ذا سبحان الطاس تمني خاكم يعجب تقمقي المناسبات الافراح ديالكم وكنبقى صافي ونرجع ونبدا نقطع. راها ساهله غير تبعوا الخطوات. كنعاود كنقاد الحلوى كنقاد داك الشكل باش يجيني واقف. كنجيب شويه د العجينه وكنجيب المرشم ديال الورقه، كنبقى كنقطع وريقات بزاف د الوريقات كنحطهم. ها نتوما كما كتشوفوا كي كنشكلهم كنمشي للجنب باش كيجيني داك الشكل. طاوي غدا رشم من الورقه تقصص شويه العجينه تقصص توري نتا مخ تشكل خاميين 2 ورقات تفخن توايا وياسر ساق باش هذا واش نتشكل لين تا سبحان الصراحه. كنجيب 2 وريقات وكنبقى كنلصقهم غير بيدي. هانتوما كما كتبان لكم راه ساهله الصراحه. صافي كنلصقوهم غير بالعجينه، نلصق العجينه مع بعضياتها كتلصق صافي. كنجيب الحلوى كندهنها بياض البيض في واحد الجنب، غير واحد الجنب، وكنحط داك الوريقات طيب بياض البيض شمرة مدجاج دهان خيجو غزيس الحلوى صروسي خاص ورقينين نشكل خنايني صافي عد رخنت مليح كنقادها مزيان باش كتعطيني داك الشكل انيق وزوين. والجنب الاخر كنجيب النقاش عادي، النقاش سامبل عادي المهم عنده غير سنينات صافي ونبقى نقرص بحال كما كتشوفوا نبقى نقش هكا عادي. خبز نغني طاوي النقاش عادي صافي ونبقى صافي وتغمي نقش ختامين خبز يجنو غزيس نقداس الوريقات يجو غزيس نقش تايس صافي تجي تا حيت 6 سوايع غير مشتاق وصميت قات تجي تكمر قصف غير 6 سوايع صافي وتا غادي نتسقينا في التريد الجديد تغشين تقيبات باش تنفس الحلوى وباش توفشك فران. كنخليها واحد 6 سوايع في الصيف، في البرد كنخليها ليله كامله تبات. كنجيب واحد الفنيطه ونبقى نتقبها نديرها تقيبات صافي وكندخلها الفران طيب على عافيه متوسطه. يكون الفران ما يكونش سخون بزاف يكون صافي نخليها طيب عادي. راه هي كطيب وكتبقى بيضه ما كتحمرش غير كتشمع. راكم عارفين الحلويات دلوز راه بحال الحلوى راه حلوى دلوز عادي غير بالكاوكاو صافي وكنخليها صافي ملي كطيب وكندهنها مباشره بالناباج. هي حلوه باقا سخونه وكندهنها بالناباج باش يبس عليها الناباج مزيان صافي. وكنديرها في الكويغطات ديال الحلوى وكندير لها العقيقات كما كيبان لكم. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والى اللقاء، نتلاقاو في الفيديو الجاي.